ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا بصوا بقى اللي في ايدي ده. السمك فيليه. السمك الفيليه العظمه العظمه العظمه. تعالوا هنعمله النهارده بطريقه جديده ومش معتاده. هنعمله سمك كنتاكي. عارفين السمك الكنتاكي؟ ده جديد. آه، دول 2 كيلو سمك ومقطعهم بالمنظر ده طبعا، ومغسول ومتنضف الكلام دوت. تعالوا اقول لكم ايه تاني هيبقى معانا للوصفه بتاعتنا الجميله دي، واحده واحده كده. دول كام فص توم كده دقاهم، حوالي 5 فصوص توم، وهحطهم عليه. هي تتبيله سهله قوي ومش وما فيهاش تفاصيل كتير يعني. وادي معلقه كزبره ناشفه. والكزبره يا جماعه طبعا عارفين ريحتها ايه، تبقى واو يعني. وهحط ملح. وطبعا كميه الملح اللي انت بتحطيها على قد كميه السمك اللي انت هتعمليها. يعني ممكن في ناس هتعمل كيلو، في نص، في كيلو ونص، في اكتر، في اقل كده يعني. من اكتر الحاجات اللي بعشقها في تتبيله السمك الزعتر. بجد جربوا الزعتر في اي تتبيله سمك، هيفرق معاكم كتير. وطالما في سمك يبقى لازم يبقى في كمون. هحط كمان شويه كمون. واخر حاجه هحطها الشطه الحاميه او الحراقه. الناس اللي بتحب الشطه الحراقه تستغنى عنها. اللي بتحب الحراق زي حالتنا يحط، بس هو بصراحه ربنا الاكل من غير شطه حراقه مش حلو. هنا طبعا جبت 3 ليمونات، واجيب العصاره اعصر فيها، اللي انا بحبش اعصر فيها اصلا غير اما ابقى مضطريه يعني. بس عشان ما اقعدش انقي في البذر. انا عايزه اقول لكم الوصفه دي انا عاملاها بقالي كتير. حتى صينيه رمضان محطوطه اهي. وكنت اعتقدت ان هي اتمسحت من على التليفون بجد والله. لحد ما انا قاعده براجع كده شويه حاجات على التليفون، لقيتها. قلت لها ده انا مفكرك اتمسحتي يا حبيبتي يا غاليه، تعالي تعالي. آه لايك وشير بقى يا جماعه، واللي ما اشتركش يشترك. ويا ريت يا ريت يا ريت يا ريت تعليق. تعليق ثم التعليق، واللايك ثم اللايك ثم اللايك. ما تنسوش تحطوا اللايك. كده انا عصرت الليمون. ودي اسهل تتبيله ممكن تعمليها للسمك الفيليه، يعني من غير تعقيد. والسمك الفيليه لما تيجي تحطي له شويه خل ما تحطيش كتير، لان السمك مش هيستحمل معاكي الخل الكتير. حتى بصوا انا كنت هقلب بالمعلقه، لا، حسيت ان انا هبهدل الدنيا. هركن المعلقه واشتغل بالطبق. بالمنظر ده كده. انت ما بتنطري كده بالطبق بيقلب كله في بعضه. خلاص كده انت اديتي التتبيله تقريبا كلها في السمك مع بعضها. هسيبه بقى نص ساعه بالكتير قوي. وتعالوا هنجهز بقى الكفر اللي والخلطه اللي هنعمل بيها السمك من بره. عارفين البهارات اللي احنا حطيناها في الاول؟ هي بس هنزود عليهم 4 حاجات كمان. تعالوا نحط كده حاجه حاجه. هحط اول حاجه معاكم الملح. وطبعا وانت بتحطي الملح هنا تعملي حساب انك انت حاطه ملح في الاول، عشان ما يجيش الاكل حادق منك. وهحط برضو كزبره. وهحط الشطه. وهرجع اقول لكم كميه الشطه اختياري، الناس اللي بتحب الاكل الحراق. بس بجد الاكل من غير شطه حراقه ما بيبقاش بحس ان هو مايع. بصوا بقى يعني النظام نظام رجع الحاجه في مكانها على طول طالما مش هستخدمها تاني. وهنا شويه كمون. وهحط برضو شويه زعتر. زعتر تاني، زعتر تاني. بيودي بجد طعم السمك، يعني بيخليه حكايه. وخصوصا بقى في الخلطه اللي احنا نعملها بره دي بيبقى حلو قوي فيها. وهحط معاكم دول شويه كركم.
وهحط شويه بابريكا، توم باودر، بصل باودر. كده انا قلت كل الايه البهارات اللي حطيناها اهي. وطبعا برضو كميه البهارات اللي بتحطيها على قد كميه السمك اللي هتعمليها، وعلى قد كميه الخلطه اللي انت هتعمليها. بالمنظر ده كده. هجيب بقى هنا ايه الدقيق، واقوم جايبه ايه حاطه كميه الدقيق اللي انا عايزاها بالمنظر ده كده. طبعا انا الخلطه دي هقسمها يعني الربع والتلات ارباع. يعني الخلطه انا بعملها دي هقسمها دلوقتي الربع والتلات ارباع. ودي نشا، هاخد حوالي 4 معالق مليانين، بس مليانين 4 معالق كبار. النشا هنا هي اللي هتدينا القرمشه. وما تحاوليش تكتري كمان منها، يعني هما ال4 معالق كانوا مناسبين قوي للكميه اللي عملتها. ولو كترتي هتخليها تنشف قوي منك، عارفه اللي هو ايه، بتبقي بتقرقشي في حاجه ناشفه قوي من بره، مش هتبقى الطف حاجه يعني. وهنا حطيت يعني سنه بيكنج باودر عشان يخلي الخلطه نافشه كده معايا. اقلب بقى الخلطه دي كلها كده مع بعضها، واجيب صينيه اقسم عليها زي ما قلت لكم هيبقى ايه الربع والتلات ارباع. ولو حسيتي انك انت محتاجه تاني زودي عادي، معاكي النشا ومعاكي دقيقك ومعاكي بهاراتك، نعوزتي زودي مفيش مشكله. المنظر اللطيف الخفيف ده. تعالوا بقى ايه هنقسمها. بصوا بالمنظر ده كده. لان انا بقول لك الربع والتلات ارباع لانك انت هتستخدمي اللي بره اكتر من اللي جوه. اجيب بقى ميه ونيجي نعمل العجينه او الكفر الاولاني اللي هيتحط على السمك. هو كده يبقى لها كفرين، كفر داخلي وكفر خارجي. وهنبتدي ايه نعجن فيها، وبلاش تدلقي الميه مره واحده عشان ما تقومش جايه ايه صيصه منك. فاهمين اقصد ايه؟ خدي الميه ايه شويه شويه. بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. بصوا اساسا لونها بقت جميله ازاي. كده انا خلاص خلصتها اهيت وعجنتها، كانك بتعملي عجينه كيكه بالظبط. يعني بصي يعني حتى يعني وبسطها لك لحد فين كانك بتعملي عجينه كيكه. جبت الصينيه، ودي كان اول استعمال للصينيه بالمناسبه يعني عشان تبقوا عارفين كده. قلت استفتحها بالسمك. احطها بقى في الخليط اللي عملته الاولاني، وانزل بيها في ايه في بقيه الخلطه اللي احنا كنا عاملينها، وارص على الصينيه بالمنظر ده. حاجه سهله قوي يعني مش محتاجه تعقيد كتير. ودي اللي هيتبلي منك او الكلام ده لا ما ترموهوش، ده هو بيدي شكل حلو كده على السمكه من بره. طبعا كنت خلاص خلصت الكميه. هنا جبت طاسه حطيتها على النار، وسبت الزيت لما سخن حلو، وهديتها ايه نار وسط كده، ورصيت السمك. اهم حاجه بقى وانتي بتقلي ما تفضليش تقلبي عمال على بطال، لا، حطي الحاجه وما تقلبيهاش الا لما ايه تاخد لون من الجنب، وبيقلبي على الجنب التاني. غير كده ما تقلبيش عمال على بطال. شايفين بالمنظر ده كده. هسيبهم بقى لما ياخدوا لون خالص لما خلصت واطلعهم واوريهم لكم بعد ما يخرجوا. بصوا القرمشه استوعبني
تسمعوا صوت القرمشه وعلى الطراوه من جوه. وبألف هنا وشفا، ومتنسوش اللايك والشير وكومنت حلو منكم، واشوفكم في فيديو جديد. مع السلامه.